انتشرت اليوم صور الطفلة اليمنية ريتاج التي تعاني من ورم كبير جدا ومتضخم في الكتف الأيمن، وبرغم أنه كثير ادعوا أنه هذه الصور مفبركة عبر الفوتوشوب، عين اليوم أخذتكم اليوم إلى المكان المؤقت الذي تقيم فيه عائلة ريتاج وأختها الصغيرة أيضا اللي كمان تعاني من حالة صحية خطيرة بالقلب، ونعرف أكثر تفاصيل هذا المرض والحالة العاجلة اللي تعاني منها وضرورة العلاج بشكل سريع جدا. ريتاج عمرها 4 والصغيرة سنة و8 أشهر. سنة و8 أشهر وعندها مشكلة في القلب. إيش مشكلتها؟ ما فيش معها الجدار الفاصل بين البطينين. أنا دخلت عبور عن طريق السفارة التركية لمدة 10 أيام فقط، وخلاص والآن بقى تنتهي ال10 أيام ومنتظرين للفرج. أحتاج أمر ملكي يدخلين يتعالجين فقط في أقرب وقت. ورم خبيث ونادر ما يظهر إلا من عمر 14 سنة وما فوق، ما يظهر من عمر 4 سنين، لذلك ورم في العظم من الحالات النادرة، سرطاني خبيث من الحالات النادرة. طبعا لا تأكل ولا تنام نهائيا فترة طويلة، يعني تأكل بالمخادعة يعني. طبعا من الألم ومن ثقل الورم كمان عليه. ما عاد تقدر توقف ولا تمشي من كثرة الورم اللي في يدها. يمكن ما تصدق أنا ما أعرفهم نهائيا الأسرة هذه، لكن والله لما رأيت الصورة وكذا إني رحت لهم لين شرورة، لين منفذ الوديعة عشان أجيبهم، وطبعا هم يطلبوا كفالة وكذا، فجبتهم تعرفت عليهم. عمرها 1 سنة و8 أشهر، تخيل تنفس بالقوة. والله أنا الآن قاعد أقول لهم نروح الآن بس يقولوا لي ما في إلا بكرة بيستقبلوها فريق الطبي متكامل. هي تحتاج إلى زراعة عظم، مفصل صناعي، وتحتاج إلى إمكانيات عالية، يعني إما في المستشفى العسكري أو التخصصي. كل دقيقة تمر عليها تتألم، فما بالك أبوها يتألم. والله إنه تقريبا الأب والأم، يعني أنت لو تشوفي حالة الأم زيادة، الأم تقريبا خلاص ضعيفة ضعفت، لا تأكل ولا تشرب، تشوف بناتها يموتوا قدامها وما هي قادرة تسوي شيء. في اليمن لو في إمكانيات كنت عالجتها، أنا تأخرت الآن بسبب أنه إحنا محاصرين يعني من كل الاتجاهات، وخرجنا لبلد الخير هذا بأعجوبة، يعني وصلنا بأعجوبة لهذا البلد. الأم الطفلة ريتاج تقريبا متألمة طبعا على 2، لكن أنا على ما أظن وأحس إني متألم على ريتاج أكثر، لأنه الورم باين وظاهري. فاز المالكي أنا والله العظيم إني فرحت. أنا اليوم صراحة أنا اليوم عندي عيد، اليوم عندي عيد، لأنه لما قريت الخبر إنه الفنان فاز، لأنه صراحة أنا دائما لما أشوف إنه إنسان رحيم وطيب القلب للأمانة. أول شيء أن نقول الله يجزيكم الخير، أنتم الإعلاميين اللي توصلوا الرسالة الهادفة والرسالة هذه الإنسانية. فإحنا نرجو من سيدنا خادم الحرمين الشريف الملك سلمان إنه يعطيه تحسين وضع أو إقامة أو أي شيء، حتى إنه يقدر يعالج بناته ويجلس ويصرف عليهم. لا أحتاج شيء، أحتاج من جميع الإخوة المشاهدين الدعاء للبنات فقط، وأحتاج أمر ملكي لتصحيح وضعي أيضا وإدخال البنات هؤلاء يتعالجين فقط.